بسم الله الرحمن الرحيم. اسعد بلقائكم النهارده في حلقه بسيطه جدا هنتعلم فيها ازاي تعمل قلبه للظهر على الصدر في ثانيتين الا ربع. انا عندي ده بولو شيرت بنعمله للعميل عندنا الشركه بتاعت يونيفورم، فعايز اعمل الصدر والظهر قد بعض في الطول، عايز اعمل القلبه دي في ثواني. طيب القلبه هتبقى الظهر هيبقى اطول عندي من الصدر. هاجي هنا اقول له قائمه كرييت اوفست ومعلم على اول اختيارين صح، select reference location واكستند تو adjacent lines. تمام كده. الاكستند دي عشان الخط اللي انا هعمل له اوفست ما يطلعش بره القطعه بتاعتي اهو، يبقى جوه حدود الباترون بتاعي. شمال في يمين انت عايز تعمل الرميه قد ايه، اقول له ماينس 2.5 انتر اهو. طيب حاجه هنا عايز اسحب الجزئيه دي او عايز اقطع الجزئيه دي، عندي اوبشن عظيم جدا. يمكن احنا شرحنا كل قائمه كرييت اكستراكت ان انا اسحب او اشد الجزئيه دي من مكانها. كليك شمال اسودت معايا، كليك شمال تاني عليها احمرت معايا، هضغط بعد كده 3 كليك يمين اوكي ورا بعض. ادي اول واحده، تاني واحده، تالت واحده، جبتها هنا اهو. عايز اخلي القلبه دي العكس بقى، هروح لقائمه موديفاي واقول له فليب واعلم على اول اختيار فليب اباوت لاين، اقلب لي القطعه دي من على الخط ده بالذات اهو. كليك شمال كليك يمين اوكي قلبها لي. عايز ادمج القطعتين دول مع بعض زي ما قلنا قبل كده. لما احب اتعامل انا هنا بتعامل مع القطع هروح على البيس، لو بتعامل مع الخطوط اروح على اللاين. هنا في البيس اكشن هقول له كومباين بيس، ادمج لي القطعتين دول مع بعض. يقول لي سيلكت ميرج لاين، اختار خط التلاحم او خط اللي انت هتربط بيه القطعتين مع بعض، اقول له ده. سيلكت تارجت لاين، اختار الخط المستهدف، اقول له ده. بص لقيته على طول في ثانيه دمج القطعتين دول مع بعض. كليك يمين اوكي كليك يمين اوكي، واجي هنا احط الافراد بتاعتي كرييت ستاندرد نوتش اساسي، اقول له هنا عشان ابقى عارف ان ده مكان الكتف الحقيقي، عشان لما اجي اركب الكم اجيب نص الكم عند الفورد بالظبط اهو. واجي هنا اكبر دي عشان ابقى شايف كويس واحط عند الفورد بتاعي. وبعد كده اروح اعمل كومباين لاين، ادمج يا جربر الخطوط دي مع بعض اهو. الخط ده مع ده كليك يمين اوكي، والخط ده مع ده كليك يمين اوكي. طبعا هنا وانا بعدل في الباترون بتاعي لغى هو الميرور، انا كنت عامل القطع ميرور، هرجع تاني اعمل لها ميرور عادي جدا من قائمه موديفاي برضو ميرور اهي، اقول له الجزء ده ميرور في سيمتريه هنا، وارجع تاني من قائمه فيو اقول له فولد اتني لي القطعه دي خليها لي كده على الوضعيه دي. نيجي بقى هنا للجزئيه دي، عايز اقطع الجزئيه دي من دي كده اهو، هقول له اكستراكت من قائمه كرييت اكستراكت واختار الجزئيه دي بس اهو. كليك شمال اسودت معايا، كليك شمال تاني تحمر معايا واضغط 3 كليك يمين اوكي. ادي 1 ادي 2 ادي 3، طلعت هنا الصدر والظهر وعملت الرميه بتاعتي بمنتهى السهوله. واجي هنا كمان برضو اعمل الميرور بتاعي الجميل اهو، بقى عندي صدر وظهر مظبوطين والدنيا معايا كويسه وزي الفل. من فيو اقول له فولد اتنيلي واتشيك على الباترون بتاعي، احط النقطه دي على النقطه دي الاقي كله تمام، وادي القلبه بتاعتي وادي الافراد بتاعتي. يا رب اكون قدرت اقدم لكم معلومه ولو بسيطه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.